كتدمر حياتك بلا ما تحس. وانا غادي نشرح لك علاش. مؤخرا لاحظت واحد البلان اللي كثر بزاف، وهو انني وليت فين ما كنمشي شي قهوه اولا كنتمشى في الطريق ولا غادي نشري شي حاجه ولا راكب في طاكسي كنلاحظ نفس الحاجه، وهي ان داك الناس اللي كيكونوا حداك كلهم كتلقاهم منغمسين في التليفون، وحتى شي واحد ما يهز فيك حتى راسو ويقول لك السلام. يعني ولينا عايشين بحال العالم ديال الزومبي نيشان، كل واحد منغمس في عالم السوشيال ميديا وكذا. وبحكم انني انا دزت من هذا المشكل هذا، ومن بعد ما قريت هذا الكتاب هذا بالضبط هو اللي خلاني نحل هذا المشكل. من بعد ما قريت هذا الكتاب هذا فهمت علاقه الدوبامين بالسوشيال ميديا وشنو كيديروا باش كيخليوك انت منغمس في داك السوشيال ميديا. وانا اليوم غنشرح لك بالضبط شنو واقع لك بلا ما تحس. دابا هادشي واقع لك وانت عايش فيه وما حاسش به، هذه هي الخطوره. غتقول لي شنو علاقه الدوبامين بالسوشيال ميديا؟ انا غادي نشرح لك. دابا هرمون الدوبامين هو هرمون المحفز اللي كيخليك تنوض دير واحد الفعل، ماشي هرمون السعاده كيف ما كيتسوق له في السوشيال ميديا. هرمون السعاده هو هرمون السيروتونين. علاش بزاف الناس كيعتقدوا بان هرمون السعاده هو الدوبامين؟ انا غادي نشرح لك علاش. دابا لو ما كان الدوبامين، الا ما تفرزلكش الدوبامين في الجسم ديالك اولا في الجسم ديالك، يعني ما تفرزش الدوبامين ما تقدرش تنوض تمشي تريني. يعني ضروري خاص تفرز ديك الدوبامين باش انك تنوض تمشي تريني. من بعد ما كتريني وكتسالي ديك الحصه ديالك كيتفرز واحد الهرمون اللي سميتو السيروتونين، وهذا هو هرمون السعاده. الوغ بما انهم هما متقاربين مع بعضياتهم وواحد كيكمل واحد كيأدي لواحد، الناس كيحسب لهم بان الدوبامين هو هرمون السعاده. الوغ هرمون الدوبامين ماشي هو هرمون السعاده، هو المحفز اللي كيخليك تنوض دير داك الفعل. تفهمنا؟ واخ دابا شنو هو علاقه هرمون الدوبامين بهذا السوشيال ميديا وهذا العالم هذا اللي انت منغمس فيه واللي حتى انا كنت منغمس فيه؟ انا غادي نشرح لك. دابا الدوبامين هي واحد الحاجه اللي انت كتقلب عليها. والدوبامين مين كيتفرز عن طريق جوج ديال الطرق، ما كاينش ثالثهم، جوج ديال الطرق. يا اما غتفرز الدوبامين عن طريق الانتاج، وهي اللي دوينا عليها، هي انك تمشي تريني. الدوبامين كيتدفق بواحد الوسيله اللي زوينه وصحيه. يا اما غتفرزو عن طريق الاستهلاك، وهي اللي كدير عن طريق السوشيال ميديا، كتبقى تسكرولي، كل ما كتسكرولي كل ما كيتفرز ديك الدوبامين. دابا هنا غتقول لي ايوا صافي الا كان غيتفرز عن طريق الانتاج وعن طريق الاستهلاك، ندخل للسوشيال ميديا ونسكرولي واحد الساعه المكانه وصافي انا فرزت الدوبامين. هذا راه مشكل، غادي نشرح لك علاش مشكل. دابا الدوبامين اللي كيجي عن طريق الاستهلاك قد ما هو كيجي سريع قد ما كيمشي سريع. دابا مثلا الا دخلتي ترينيتي واحد الساعه المكانه وعطاتك ديك الدوبامين حتى لهنا، وصل حتى لهنا، وساعه المكانه ديال السكرول حتى هي وصلتك لا ما غتوصلكش حتى لهنا، غتوصلك حتى لهنا، غتعطيك واحد الليفل اللي عالي بزاف على ديك الليفل اللي خديتيه من الحصه د لونطريمون. المشكل فين كاين؟ هو ان ديك الساعه د المكانه اللي دوزتي في السوشيال ميديا وخديتي منها ديك الدوبامين، من بعد ما تولي تدخل ساعه د المكانه ما غتبقاش كافيك باش تاخذ ديك الجرعه ديال الدوبامين اللي خديتي من قبل. غادي يولي خصك ساعتين باش تاخذ نفس الجرعه اللي خديتي ديال الدوبامين. بينما هذه الانتاج قد ما هي صغيره وجرعه اللي قليله، قد ما هي كتبقى تهبط شويه بشويه شويه بشويه، وكيرجع ديك الدوبامين شويه بشويه، ماشي بحال هذه الاستهلاك. قد ما كيطلع بسرعه قد ما كيهبط بسرعه، وهذا الشيء هو اللي كيخليك يوميا نتايا غارق في ديك السكرول. كتجلس مثلا واحد الساعتين واحد شويه كتلقى عينك كيضروك، كتقول صافي نحيد التليفون، كتجلسي واحد نص ساعه كتلقى راسك عاوتاني انغمستي في السوشيال ميديا. علاش؟ لحقاش الدوبامين عاوتاني خصك تقلب عليه، لحقاش راه ولا هبط، يعني خصك تولي تطلع باش تطلع بالاستهلاك. انت صافي وليتي مدمن على انك تجيب الدوبامين عن طريق الاستهلاك وماشي عن طريق الانتاج. والخطوره فين كاينه عشيري؟ عرفتي الخطوره فين كاينه؟ هو انه نتايا ما حدك كتجيب داك الدوبامين عن طريق الاستهلاك ما غتنتج حتى شي حاجه. نعطيك مثال. شحال من حاجه كنتي كديرها عزيزه عليك، مثلا شحال من واحد كتلقاه كان كيقرا كتوبه اولا كان كيمشي مره يلعب مع الدراري صحابو كره، فجاه كتلقاه ما بقاتش عنده الكانه يدير ديك الحاجه. علاش ما بقاتش عنده الكانه؟ لحقاش الدوبامين ولا كيمشي كيقلب عليه غير عن طريق الاستهلاك، ما كيقلبش على الدوبامين هو عن طريق الانتاج. لحقاش هو كياخذ واحد الدوبامين عالي بزاف، اكثر من ديك الدوبامين اللي غادي ياخذو اللي هو طبيعي، وخصو ياخذ داك الدوبامين عن طريق الانتاج. الوغ شنو هاد التخربيق كامل؟ وشنو خربقتي لنا الدماغ ديالنا؟ الدوبامين عن طريق الانتاج، الدوبامين عن طريق الاستهلاك. انا نشرح لك هادشي كامل خويا. الخلاصه ديال القول هو ان
في هاد السوشيال ميديا عايقين هما بهاد البلان، عايقين بهاد الكتاب هذا، عايقين به وقارينو مزيان ودارسينو مزيان. عرفتي دارسين هاد البلان ديال الدوبامين مزيان. كل ما كتبقى تستهلك نتايا في ديك السوشيال ميديا كل ما هما كيعطيوك غير ديك الحوايج اللي انت عزازين عليك واللي انتريسي بهم انت واللي كيشدوك، باش ديك الدوبامين يبقى يعلى وما تقنطش وما تخرجش من ديك البلاتفورم، حيت هما مناش كيربحوا من انك تبقى اكثر وقيته ممكنه في ديك البلاتفورم اللي دخلتي لها، سواء انستغرام، فيسبوك، تيك توك. نفس الالغوريثم، خدامين بنفس المبدا، هو انه غنخليو الشخص لواحد المده اللي طويله في البلاتفورم غنربحو اكثر. الوغ باش يخليوك خاصهم يعطيوك ديك الفيديوهات اللي كيثيروا الاهتمام ديالك. مثلا انت كتفرج في كره بزاف غيبقاو يطلعوا لك كره بزاف. دابا خويا الخلاصه القول هو انك نتايا راه تقدر تكون كتدمر راسك بلا ما تحس. علاش؟ لحقاش كيف ما قلت لك الدوبامين كتفرز يا اما عن طريق الانتاج يا اما عن طريق الاستهلاك. فتخيل معايا انت هاد الدوبامين كتجيبو غير عن طريق الاستهلاك، فكيفاش غتجيك الكانه ديال انك تمشي تريني؟ كيفاش غتجيك الكانه ديال انك تنوض دير واحد البروجي ديالك؟ كيفاش غتجيك الكانه ديال انك تنوض تمشي تلعب مع كره مع الدراري عشرانك؟ كيفاش غتجيك الكانه ديال انك تنوض تخرج تمشى؟ كيفاش غدير هادشي وانت هرمون الدوبامين اللي هو اكثر هرمون اللي كيخليك تتحرك؟ يعني الا ما كانش هذا الهرمون هذا ما تقدرش تنوض لا تاكل. يا تخيل معايا الا ما كانش هذا الهرمون هذا ديال الدوبامين لما تفرزلكش وحدك واحد الاكله وانت كتموت بالجوع، راه الا ما تفرزش هذا الدوبامين هذا اللي كنهضروا عليه راه ما تقدرش تنوض تاكل، واخا انت كتشوف ديك الماكله قدام عينيك وانت غتموت بالجوع. يعني شوف الاهميه ديال هذا الدوبامين من كتفرز لك في الجسم ديالك. يعني راه هو كيتفرز باش عاد انت كتنوض دير ديك الفعل باش تمشي تهز ديك الماكله وتاكلها، وعاد من بعد ما كتاكل ديك الماكله شنو كيتفرز؟ هرمون السيروتونين، هو هرمون السعاده. الوغ اخويا الخلاصه ديال هذا الفيديو كامله هو ان رد البال اخويا مع السوشيال ميديا راه كيلعبوا بك وانت ما حاش. راه ماشي انت اللي مخدم داك السوشيال ميديا، راه هي اللي مخدماك بطريقه غير واعيه، ما انت ما حاش بهذا الشيء. الوغ اخويا الحاجه الوحيده اللي بغيت نقول لك هو انك حاول تفرز الدوبامين عن طريق الانتاج وبعد على الدوبامين عن طريق الاستهلاك، لحقاش راه فريمون كيخرج عليك لواحد الدرجه اللي ما يمكنش اصاحبي. تخيل معايا بنادم كتلقاه ولا صاحبي كيعجز على ابسط الاشياء اصاحبي. راه كنعرف شي ناس اصاحبي تقول له يلا تمشي معايا غير لهنايا نتمشاو غير على رجلينا غير واحد شويه واحد 4 ساعات اوالي واش اجي نشدو طاكسي لهاد الدرجه صاحبي. يعني اخويا بعد على السوشيال ميديا واخا تشوفني انا كندير فيديوهات في السوشيال ميديا وكنبوستي وكذا، والله اخويا لا معظم الفيديوهات اللي كتبوستاو كنكون ديجا مثلا مصور فيديوهات ديال الاسبوع كاملين في نهار واحد وكنبوستيهم في ساعه واحده. كاينه واحد الميزه ديال انك كدير الوقيته فوقاش بغيتي ديك الفيديو تبوستا وكذا، وكنخرج شحال جاب ديك الفيديو من فيوز، شحال جاب ديال لي لايك، ما كيهمنيش داكشي، ما كنهتمش لداكشي. انا دابا هذا الفيديو دايرو هو موضوع اللي صعيب يجيب مشاهدات عاليه، وانا اي واحد كيخي واحد الكونتوني كيتمنى ديك الفيديو اللي بوستي يجيب له واحد الفيوز عاليه. واخا انا عارف بان هذا الفيديو ما غاديش يجيب فيوز اللي عاليه، ولكن عندي واحد الهدف واحد اخر، هو انني نتلاقى غير واحد الشخص شي نهار في الزنقه ويقول لي خويا راه بسبب ديك الفيديو ديالك حبست السكرول وليت مهتم بهذا الموضوع ديال الدوبامين ومشيت قريت ديك الكتاب. هو الكتاب اللي قلت لكم سكرينيوه، احسن كتاب بخصوص هذا الموضوع هذا، غيخليك تحقد على السوشيال ميديا وغيخليك تعرف الادمان كيفاش الشخص كيولي مدمن على واحد الحاجه وكيفاش كيوصل لواحد المرحله ديال ما كيقدرش يقطع ديك الادمان. ضروري تقرا هذا الكتاب الا بغيتي تخلص من هذا السوشيال ميديا وهذا كنتي حاسس براسك بانك غرقتي فيها بزاف. قرا هذا الكتاب هذا، انا عطيتك غير داكشي اللي عارف وداكشي اللي استنتج من هذا الكتاب، ولكن هذا لا يعني انك ما تقراش الكتاب. سير اخويا اقرا الكتاب باش تنقذ راسك.